أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المشاهدين في هذا الملف الخاص. بعد مرور سنتين من سيطرة التنظيم الإرهابي داعش علينا، اليوم مدينة الأبيض محررة على أيدي وحدات حماية الشعب والمرأة وفصائل من الجيش السوري الحر. لمناقشة أهمية تحرير هذه المدينة نحن الآن في قصر الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة الشيخ حميدي لهام الهادي، وكذلك السيدة الحاكمة المشتركة هدية يوسف. شكرا على الاستضافة حضرة الشيخ. حياك الله. بداية حضرة الشيخ، تل أبيض الآن محررة، ماذا يعني لكم ذلك؟ والله يعني لنا الخطوة الأهمية، يعني ليس هي الأهم بس خطوة مهمة إن شاء الله في طريق إن شاء الله تحرير ما تبقى من ما نرى أنه يتحرر في منطقتنا، وخطوة حطمت آمال كثير من أعدائنا الذين حولنا وخصوصا تل أبيض. هذا الموقع على ما يبدو فيه خصومات كثيرة ترغب أن لا يتحرر، فأحبطت طموحات أخصامنا. احنا ما عندنا أعداء بالحقيقة، لكن أخصام هم يرغبون أن يخلقون الأعداء، فحنا فرحين مسؤولين إن شاء الله، وتكون فتحة خير ببقية أراضي الجزيرة إن شاء الله. نعم. نفس السؤال اللي أطرحه عليك السيدة هدية يوسف، تحرير هذه المدينة كيف أثرنا؟ نشكركم على هذه المقابلة. طبعا تحرير مدينة تمر كانت خطوة استراتيجية بالنسبة لنا ولكل قواتنا التي أصبحت لها أكثر من 3 سنوات تدافع عن مقاطعة الجزيرة. لذلك بتحرير مدينة الأبيض أبارك هذا التحرير على كل شعب روجافا، وخاصة وحدات حماية الشعب كيبجة ووحدات حماية الشعب كيبجة وكل القوى التي تحالفت معهم لأجل خطو هذه الخطوات الناجحة. طبعا تحرير مدينة الأبيض كانت خطوة استراتيجية بالنسبة لنا، لأنها كانت المعقل الأساسي لمرتزقة داعش، حيث كانوا عن طريق تل أبيض يستمدون دعمهم من تركيا، وكانوا يغذون مدينة الرقة ومرتزقة داعش. فلذلك تحرير مدينة تل أبيض كانت قطع الشريان الأساسي عن مرتزقة داعش، وبنفس الوقت هي استراتيجية بالنسبة لنا لأنها وحدت مقاطعة الجزيرة مع مقاطعة كوباني. وطبعا انتصارنا في مدينة الأبيض تعبر عن انتصار إرادة شعوب المنطقة سواء الكرد أو العرب أو السوريان، لأنها حررت بجهود مشتركة بين هذه القوى، ولذلك نبارك لهم هذه الخطوة ونبارك لشعبنا وصاحب فلسفة بناء المجتمع الديمقراطي السيد عبد الله الجولان في الإمرالي ونهديه هذه الانتصارات. بنفس الوقت تحرير مدينة الأبيض كانت مصدر ثقة للشعب السوري، لأن الشعب السوري كان يعتقد بأنه لا يمكن هزيمة داعش في هذه المدينة لأنه معقل من معاقل مرتزقة داعش، ولذلك بانهزام داعش في هذه المدينة أصبحت مصدر الثقة للشعب السوري بأن مرتزقة داعش ليسوا ذلك الوحش الذي لا يقهر. فلذلك هزيمة داعش بنت الثقة من جديد مع الشعب السوري، وستكون بادرة خير على الشعب السوري بنفس الوقت. كما أنه الحدود مع الدولة التركية أصبحت على مدى 1400 كيلومتر تحت سيطرة وحداتنا، ولذلك انتصارنا في مدينة تل أبيض كان لها الوقع الكبير في نفوس الشعب في روجافا وبنفس الوقت في سوريا. وهذه الانتصارات سوف تستمر وستكون بادرة خير لأجل حل الأزمة السورية. حضرة الشيخ، الآن عدم وحدات حماية الشعب وعدم الثورة السورية يرفرف على البوابة الحدودية
بين مدينة الأبيض وتركيا. ألا يعني ذلك أنه لن يأتي مزيد من المقاتلين الأجانب المتطرفين إلى سوريا؟ وناهيك عن أهمية هذا المعبر لتصدير النفط والمعدات التي كان يستخدمها التنظيم، ثم ألا يعني هذا انتصارا لسوريا أجمع وحتى للعراق أيضا؟ والله كل الانتصارات اللي حدثت عندنا قد يكون هذا متوج لحد الآن والتاج الجديد يعني الانتصارات، لكن أي شبر حقيقة يتحرر من الأراضي هو تحرير لسوريا، هو تحرير للعراق، هو أقل انحسار للأخصام الموجودين. احنا كل ما يأمنون مواطنينا أو يشعرون بالأمن احنا منتصرين. فهي الأمور الحقيقة هي أول ما تخدم المواطن السوري يعيش براحة وبأمان وجنبه الخطر اللي هو خايف عليه، وما راح نركز حيل يعني على موضوع الأبيض، لأن نشعر يعني على عاتقنا هناك انتصارات كثير يجب إن شاء الله أن تتحقق. يعني ما نريد نفرح مشان خلينا فرحة كبرى لأكثر من ذلك إن شاء الله، بس نفرح لهالبشر الذين عانوا من الوطأة التي كانت عليهم، كانوا يخافون على كل شيء يعني بين ايديهم، يعني ارواحهم ولا اعراضهم ولا ارضهم ولا املاكهم. فنشعر بنشوة عالية وقت نشوف الناس يعيشون احرار من جديد، كانهم رجعوا الى الحياة من جديد. يعني ليس الارض فقط وليس الامر الاستراتيجي فقط، الامر الانساني ايضا له بنفسنا وقع كبير جدا. نشوف الاطفال والنساء فرحين يزغرتون يعني ياخذون حريتهم من جديد، يعني كانوا طالعين من المقابر هكذا شعور. فنشعر بنشوه ونصر كبير ان شاء الله. لكن لا شك يعني كما تفضلت في قطع شغلات الامداد والامور هاي يعرفون العسكريين اكثر مننا يعني هي صحيحه، وهكذا توقعت ترتيبات الحروب التكتيكيه يعني اللي يتحصل. فاحنا فرحين سعيدين ان شاء الله تتم على اكثر من ذلك. وهناك ناس ايضا مثل ما قلنا يعني ينتظرون الفرج من عندنا، يعني الله يساعدنا كي نفرج لهم ان شاء الله في منطقه اكبر من تل ابيب. اذا تعتبرون هذا النصر هو ليس نصرا للشعوب المتعايشه في مناطقكم، بل هو نصر لسوريا وحتى بلا شك صار عند الناس امل يا اخي. الناس وصلت مرحله لا تملك امل، يعني لما كانوا يطلبونهم الاسلاميين يشعرون انهم خلص قبض عليهم يعني او قبضت ارواحهم، هكذا الشعور داخلهم. فعندما تتحرر ولو قريه صار الناس يشعرون انه لا في امل يعني تتراجع. يعني الان صار مو قريه، صار مناطق، وصار يعني كوباني قبلها، وبعدها جت تل حميس، وبعدها جت تل براك، وبعدها جت مواقع كثيره، وبعدين جبل عبد العزيز، والان اذا الجزيره كلها الان في طريق التحرير. الجزيره لم يبقى الا قليل جدا كي تكون ان شاء الله لاهلها يعيشون ان شاء الله بامن وسعادتهم ان شاء الله. نعم، لاحظنا حضرة الشيخ ان هذا المقاتلين حتى انهم يبدوا اي نوع من الصراع او يدافعوا عن انفسهم حتى يعني الى ماذا تعزي ذلك؟ لم يبدوا اي مقاومه، لم نجد، فقط ذهبوا بالفرار. والله اتوقع يعني بس خاف يزعلون عليه، اقول بس هذا طبعهم يعني مو انا لا استغربهم. نعم. لان الناس اللي مو على حق عاده يعني عندما يتضايقون ينحاشون يهربون. يعني الناس اللي على حق هم الذين يصمدون الى النهايه. يعني العقيده او طريقه العقيده قد يجوز هناك اشخاص عندهم عقيده ويقتلون بعقيده، وخصوصا اللي جايين يمكن من الخارج على الماضيات المشاركه. لكن الناس الاخرى جايه مشان ترتزق يعني او لراتب او لكذا، جايه لتكسب من هذا الامر الشغله الماديه. فاللي ما عندهم مبادئ حتما يعني اما تضيق الظروف لابد لهم من الهروب. هذا الهروب ألم يأتي من بعد انتحار في كوباني والكثير من المناطق في الجزيرة وجبل عبد العزيز؟ ألا يعني أنهم الآن باتوا مشتتين، لا قوة لهم ولا معنويات لهم، حتى قد يؤثر ذلك عليهم في باقي المناطق؟ والله نأمل من الله انه هيك، ونأمل من الله بلكي هم يندمون زاد يكون شرهم، بلكي يتندمون احسن من لا يهربون ولا يقاتلون، يكون شرهم ونعمة الله. يعني خلاص الناس تعبت والله، مو احنا تعبنا، الناس البشر كله تعب. إلى متى؟ وبعدين هم لا ندري يعني ماذا يريدون بالنتيجة. يعني
يعني اللي يقولونه انكشف للعالم، الحجج اللي بدأت فيها توضحت. وبعدين أخي أي قتال إذا ما له مثل ما يسمونه حاضنة، ما له تأييد شعبي، لا يمكن أن يستمر. يعني الناس كانت حاضنة لهم في بدايات ما صدقوا ما قيل لهم. بعد الأحداث التي جرت أو العنف الذي جرى أو اللا إنسانية التي جرت، ما عاد الآن في سوريا كلها توقع لهم يكون حاضنة. نعم. سيدة هدية، تركيا الآن باتت قلقة من هذا التقدم في مدينة تل أبيض والكثير من القرى الأخرى، في حين أنها لم تكن قلقة وخائفة أثناء تواجد داعش في تل أبيض وغيرها من المناطق. لماذا كل هذا الخوف والقلق من قبل الدولة التركية، وماذا تتوقعون منها بعد تحرير تل أبيض؟ طبعا مواقف الدولة التركية لا نستطيع أن نقول إنه موقف الدولة التركية اللي هو موقف حزب أردوغان. فهذا الموقف طبعا يعتبر موقف يدافع عن الهزيمة التي تلقاها في لأنهم كانوا يساندون مرتزقة داعش وبشكل علني. نحن لسنا نحن الذين نقول أنهم كانوا يدعمون مرتزقة داعش، كل الصحف العالمية وأمام أنظار الكاميرات العالمية اكتشف أن القوات التركية كانت تدعم داعش وتمدها بالمساعدات عن طريق المعبر الحدودي المتواجد في تل أبيض. فهزيمة داعش بمدينة تل أبيض تعتبر هزيمة لحزب التنمية والعدالة، ولذلك هم مزعوجون من هذا الانهزام الذي صار واقعا ويرونه بأم عينهم. وقد شاهدنا على شاشات التلفزيون كيف أن مرتزقة داعش يهربون إلى تركيا ويستقبلهم جنود الاتراك، ولا يقومون بمداخلات على أساس أنهم قوى إرهابية تهدد كل الإنسانية الموجودة بالشرق الأوسط. ولذلك موقف حزب التنمية والعدالة يعبر عن هزيمة سياساتهم في تل أبيض ومع مرتزقة داعش، ولذلك هم يقيمون الوضع بشكل عكسي. وحتى بعض قوى الائتلاف والبيانات التي يقومون بنشرها والقيام بالدعايات المغرضة تجاه هذا الانتصار الذي صار، وبأنهم يتهموننا بأننا قمنا بالتهجير القسري. نعم، هذا السؤال سأطرحه عليك فيما بعد سيدي. نعم. ولكن هل سيروق لهم هذا العالم أمام أعينهم، عالم أحداث إن شاء الله عالم الثورة السورية، إلى متى يعني سينظرون إليه؟ ماذا سيكون ردهم؟ هل سيكون لديهم مشاريع أخرى؟ نحن لا ننتظر منهم أن يقبلوا هذا العلم الموجود المعلق على المعبر وفي كل أماكن تل أبيض، لأنها أصبحت حقيقة، والمجتمع التركي يقبل هذا الواقع باعتباره يدافع عن حقوق المسلمين وعن حقوق الشعب الذي ذاق المر على يد هذه المرتزقة. حضرة الشيخ، الكل شاهد على شاشات أثناء تحرير مدينة تل أبيض كما قالت السيدة يوسف، مقاتلي التنظيم باتوا يبذلون الفرار إلى الجانب التركي، وحيث قام جنود الاتراك باستقبالهم أفضل استقبال. أنتم كيف ستوظفون هذا الشيء في ردكم على حزب العدالة والتنمية؟ والله ما أقدر أزيد شيء عن اللي قالته، يعني هذا اللي حقيقة. وبعدين الناس الأمر يعني مو سري اللي يجري بين حزب العدالة والتنظيم، هذا ليس سرا على أحد يعني. وأتوقع أيضا حزب العدالة ما ينفي هذا يعني لم أسمع مرة أنه نفوا أنهم هم غير متعاونين. بعدين احنا نعرف أكثر الموجودين في الدولة الإسلامية من جماعتنا من القبائل يعني قياديين كلهم موجودين في تركيا يعني. بيروحون وبيرجعون بشكل عادي يعني، مو جديد يعني الأمر، مو شغلة سرية عملية مخابراتية حتى نكشف هذا، هو مكشوف للعيان كله هذا الأمر. وكنا نتمنى الحقيقة، أنا شخصيا بغض النظر عن الإيقاع كله، أنا الأتراك نتمنى أن يكون بهذا الشكل
فإذا كان لهم عداء يعني مع شريحة أو مع حزب معين، هم عم يدمروا كل الشرائح الموجودة وكل المجتمع الموجود في سوريا بسبب إذا كان يعني أعدائهم. لكن إذا كان هم من يريدون أن يتبنون الإسلاميين عليهم أن يستمروا فيها علنا، وإذا غاية يزعجون شريحة معينة هم جاي يقتلون أهلنا في الرمادي، يقتلون في الموصل، يقتلون في كل مكان، يقتلون بحلب، يعني مو بس المكان المتواجدين فيه إخواننا الأكراد، هم في كل مكان يعبثون. فهذا الدعم الذي تعطيه تركيا لهؤلاء الناس هو ليس كما هم ينوهون انه في حزب ضدنا او كذا، لا بالعكس، بل حالها يعني السوريين هم مسؤولين انه بطريقه او باخرى في اكثر من بلد صارت كل شيء على يد الاسلاميين، كل من يدعمهم فهو مشارك في دمنا يعني. السيدة هدية، بعد فشل مشاريع حكومة أردوغان في سوريا، كنا نسمع قبل أشهر بأنهم يريدون إقامة منطقة عازلة في الشمال السوري، تحرير مدينة الأبيض. هل أنهى هذا المشروع وجعله يذهب أدراج الرياح؟ موضوع المنطقة العازلة التي تطالب فيها تركيا، ولنقل حزب العدالة والتنمية، هذه المناطق طبعا نحن في بداية طرح هذا المشروع لم نقبل هكذا المشروع ولن نقبله في مناطقنا لتصبح مناطقنا باسم المناطق العازلة والآمنة. لن نسمح بذلك لأننا متواجدون في هذه المناطق ولنا القوة وأثبتنا ذلك بأننا نستطيع حماية مناطقنا وتأمين ملاذ آمن للمواطنين السوريين والمواطنين الأكراد. فلذلك فنحن لسنا مع هذا المشروع. طبعا تركيا لم تتراجع عن مشاريعها وما زالت تصر على هذه المشاريع، ولكن بتحريرنا لمدينة تل أبيض حيث تم توحيد المقاطعتين وسيتم حماية هذه المناطق بالوحدة المشتركة بين قواتنا ومع القوات العربية والسوريانية وفصائل من الجيش الحر. سوف نقوم بحماية هذه المناطق وسوف نقوم بتأمين الحياة الآمنة التي سنقوم بتأمين كل الخدمات اللازمة لهذه المناطق. ولذلك نحن نرفض هذا المشروع قولا وقرارا. ولكننا أريد ذكر هذه النقطة، نحن مثل ما ذكرت في البداية لسنا ضد المجتمع التركي ولن نتهم المجتمع التركي كالتهمة التي نتهمها بحزب العدالة والتنمية. ولذلك نحن نكون الآن جيرانا للدولة التركية ولنا الأمل بأن نفتح علاقات صداقة مع الدولة التركية لأجل أن نؤمن الاحتياجات الإنسانية من خلال هذا المعبر، ونحن نأمل بأن تتطور علاقاتنا على هذا الأساس. ولكننا ننقد هذه السياسات التي تم نقدها مرارا على شاشات التلفزيونات والتي شاف العالم كلها. ولذلك نحن ما زال مصرا على المشاريع في المنطقة، وأنتم تقولون أن لتحريركم من هذه المناطق لن يستطيعوا أن يكملوا هذا المشروع. ولكن السيدة هدية، بدأ دخول وحدات حماية الشعب وفصائل الجيش الحر إلى مدينة تل فر الناس من المدينة نحو الحدود التركية. هل هذا النزوح كان سببه الخوف من القوات المحررة أم أنهم وجدوها فرصة للخلاص من قبضة داعش؟ وأنتم كمؤسسات الإدارة الذاتية ماذا يقع على عاتقكم في هذه الحالة؟ فرار الشعب من مدينة الأبيض نحو تركيا السبب لا يعود بأنه سوف تدخل قوات كردية إلى المنطقة والهدف هو ترعيب الشعب الموجود في هذه المدينة، ولكن بطبيعة الحال ما دام يوجد في هذه المنطقة حرب وقصف طيران وقد تم يعني قامت مرتزقة داعش بصد الهجمات أيضا، وقد حاولت ولكنها لن
البسطة، ولذلك انهزموا. عندما انهزموا وقت قاموا بترعيب الشعب انه سوف يتم دخول القوات التركية وسوف يقومون بالقتل والدمار والسلب، ولذلك من خوف الشعب من الحرب التي ستؤذي الشعب، لذلك فر الشعب إلى تركيا. ولكننا أثبتنا أننا طبعا لسنا ضد المدنيين الموجودين بالمنطقة، وحاليا نحن نقوم بمساعدة هذا الشعب. وقد كانت هناك قرى لم تهاجر، ويوجد قسم من الشعب لم يفروا إلى تركيا، أو ظلوا إيمانا منهم أنهم سيكونوا يتخلصون من داعش. ولكننا شفنا أنه الجنود الأتراك من جهة ومرتزقة داعش من جهة كيف يحاصرون الشعب لمنعه من خروج تركيا. طبعا بعد تحرير المدينة ودخول وحداتنا إلى المنطقة وانهزام مرتزقة داعش، أصبح الشعب هناك الآن أمن، وقد رجع قسم كبير من الشعب إلى المدينة وهم الآن في وضع جيد. ونحن كإدارة ذاتية طبعا نناقش موضوع كيفية تأمين الخدمة للشعب الموجود في المدينة، حيث سنقوم ببناء المجالس التي تدير أمور البلدة، وسوف نساعدهم لانتخاب إداراتهم، وسوف نقوم بتأمين الخدمات الإنسانية للشعب، لأنه تخريب البنية التحتية التي يستطيع عليها أن يعيش الشعب هناك، خاصة مثل مشكلة الكهرباء، مشكلة الماء، هذه مشاكل أساسية بالحياة. وطبعا نحن لنا مشروع بهذا السبب، وسوف نقوم بإبعاث لجان لدراسة الوضع، وسوف نقوم بتقديم كل المساعدات اللازمة للشعب. ونحن أقرينا وقد أصدر بيان بأنه بإمكان جميع شعب تل أبيض أن يرجعوا إلى بيوتهم، ونحن سوف نقوم بحمايتهم ونؤمن منهم كل سلامة. نعم، في بداية المعركة كنتم تبعتم أنكم مساعدون باستقبال هذه مدينة الأبيض. هل نزح قسم منهم إلى رأس العين أو إلى مناطق المثال؟ نعم، نزح قسم قليل، ولكن بقي قسم من الأهالي في قراهم، ولكن تم النزوح بقسم قليل للمقاطعة. ولكن القسم الأكبر قام بالنزوح إلى تركيا، والآن هم يرجعون. حتى الذين نزحوا من قبل السنتين اليوم يرجعون، والصحافة التركية والأجنبية تتابع هذا الوضع، والشعب يرجع إلى تلتمش، ونحن جاهزون للاستقبال. حضرة الشيخ، قبل يوم على ما أظن كنتم في مدينة رأس العين. نعم. لماذا كنتم هناك وماذا رأيتم؟ والله ليش كنا هناك مكسر منعنا حاليا، لكن أكيد نزور أهلنا وجماعتنا وعشائرنا موجودين، والحكومة اللي تناولنا، وكان عندنا رغبة أن نرى يعني عن قرب ماذا يحدث في تل أبيض. واللي بقى خلانا نروح أكيد ولا الدعاية اللي طلعت إنه هدوا بيوت وحرقوا بيوت، فقلت أن أذهب وبعثت من معي إلى المناطق اللي اتهم إنه فيها تهجير وفيها الأمور الشائعات اللي طلعت. تأكدنا من كذوبة ما قالوا، وتأكدنا أن الناس بالعكس يعني الآن جماعتنا هناك الآن يرسلون الناس للقرى، يرسلونهم إلى قراهم، واللي خايف يطمنونهم، والمعتاز بيعطوك مثل ما قال في السيدة هذه، وندرس مشروع الكهرباء والماء والتأمين كل الأمور الصحية. يعني حاولنا نكون بقرب هؤلاء المعانين. أي مكان تطلع منه الإسلاميين راح تكون خلفهم دائما معاناة كبرى يعني. فنروح مثل النجدة مثل عملية الإسعاف يعني. وأيضا كان رغبة عندي هاي صارت إنه لازم أطلع على الحقيقة، ربما يكون هناك ضرر، ربما حدث كما يقولون، فوجدنا كما نظن. أنا دائما نقول يعني من جملة من أهم انتصاراتنا أخلاقنا في الحرب. نحن أخلاقيين أكثر من عملية القتال، فأخلاقنا لا تسمح لنا كما نقول هؤلاء الناس. وإذا تسأل عن المهجرين، أنا أسأل هؤلاء اللي يقول الأكراد هجروهم، الأكراد هجروا أهل الأنبار أيضا، 1.5 مليون هجروا من الأنبار.
نعم، تطرق لهذا الموضوع حضرة الحاكم. بعض القوى المعارضة في المنضوية تحت الحكومة التركية كلما حدثكم انتصارا باتوا يهاجمونكم إعلاميا على أنكم في البداية طبعا على أنكم متحالفون مع النظام، ولم نسمع بعدها هذا الكلام. واليوم يقولون بأن التحالف الدولي والعربي يساندكم لتهجير العرب والتركمان مثلا مؤخرا في الأبيض. يعني لماذا كل هذه الحملات الإعلامية ضدكم التي لا تتوقفون هناك، وما هو ردكم؟ بالله إذا تحالفنا مع النظام نخلي عربي، هم شو دخلهم إذا تحالفنا مع النظام؟ نعم، أنا أقصد أنه هم ما علاقتهم إذا تحالفنا، نحن سوريين وأدرى في مصالحنا، مع أنه لا يوجد تحالف مع النظام. هم دائما كانوا يتهمونكم في بعض الأوقات أنكم متعاملون مع النظام، وثم صار 5 سنين يا أخي الثورة السورية، وال5 سنين ما ثبت يعني شيء يدل على ما يقولون. والآن الناس مو مع موضوع النظام يبقى أو يزول، نحن مع بقائنا زوالنا أو بقائنا. جو هؤلاء إخواننا الإسلاميين بسميهم إخواننا لأنهم حاطين جبة الإسلام عليهم، جو يريدون إلغاءنا، مو جايين لا على النظام ولا على غيره، جايين علينا احنا. يعني احنا الآن ندافع، احنا بالعكس موقع دفاعي عن هالشعوب المضطهدة اللي داعش تعمل فيها ما تفعل. يعني الموضوع النظام صار الآن وضع ثانوي، يعني ليس الوضع الأساسي. لما كان النظام في وضع أساسي وقوي في 2011 و12 و13 ما شفنا التحالف مع النظام، وكان التحالف ممكن عودة النظام أيضا، يعني ما كان النظام بالدرجة اللي هو فيها الآن. لكن احنا ما نحاسب على الدرجات، احنا مبدأنا الموجود عندنا أقلنا بالجزيرة، واتوقع كلنا متفقين على هذا. علينا أن نحمي ما استطعنا من حماية مواطنينا في المحافظات كلها، وإذا استطعنا من سوريا أيضا. نحن لو لنا هذا الجانب لتدخلنا إذا عندنا مقدرة لدفع الأذية عن الناس. النظام صار موضوع رجعي، يعني موضوع ما عاد هو همنا يعني. واليوم يتهمونكم بأن التحالف الدولي والعربي يساندكم من أجل تهجير عرقي مثلا في المنطقة. يعني كلما شاهدوا انتصار لكم رفعوا من سقف الهجمة الإعلامية عليكم. يعني إلى متى هذه الحملات، وأنتم ماذا ستردون عليهم؟ لو في تهجير عرقي أول ما يطردوني أنا لازم. أنا عروي ونص المنطقة ولي فعالية ولي قوة. إذا الموضوع فيه تهجير عرقي كما يقولون يخلصون منك العرب، يخلصون مني، يخلصوني أنا ويخلصون من العرب. لا يفكرون أكرادنا بهذا ما يقولون. مو صحيح إطلاقا، مو صحيح حتى للمستقبل، مو صحيح ولا للسابق كان صحيح. بالعكس كانت عمليات بالسكينات لتهجير الأكراد موجودة. كان التهجير في سوريا والعراق للأكراد، ما في تهجير للعرب. والأكراد دخلوا اليوم 5 سنين، ما شعرنا بتفرقة، مو بتهجير، بتفرقة لم يشعر بهذا. بالعكس يتمنون الآن الليبكة والقوات الأخرى كلها فيها عرب مثل ما فيها أكراد مثل ما فيها سريان، يعني مشاركين معهم. يعني هاي الشغلة اللي بدهم يحيونها أو فترة يريدون يركضونها غير موجودة عندنا، واتوقع ما إن شاء الله ما يحصلون عليها. ونحن لا نفكر بطريقتهم، وعلى ما يبدو هم يعني اتوقع هم مذياع لابواق خارجيه نحن نجهلها يعني، او مشان يستمرون. طيب اذا تقاتلنا احنا والاكراد شنو مصلحه هؤلاء اللي يلغون يعني؟ الا زياده في خراب المنطقه، لن يكون غير ذلك، وعداء لكل الناس. نحن اسمى منهم على كل حالات، وارقى منهم فكرا ومعرفه وايمانا ايضا. سيدة هدية، بالسيطرة على البوابة، هل يفتح لكم مجال مع الدولة التركية سيما بعد فوز الشعوب الديمقراطية مؤخرا، وأنتم تتطلعون إلى بناء علاقات جيدة بعد هذا الفوز مثلا، ولا سيما أنكم الآن البوابة تحت سيطرتكم؟ أكيد نحن سنبذل جهودنا في فتح علاقات مع الدولة التركية، وخاصة فوز
حزب الشعوب الديمقراطية هدف في تركيا هو كان بمثابة انتصار الثورة في روجافا وفي كوباني، ولذلك نحن أيضا الآن نأمل بحدوث تغييرات ديمقراطية في بنية الحكومة التركية، ولذلك نحن نأمل وواثقين من تطوير العلاقة، وخاصة سوف نقوم بتطوير العلاقات على أساس فتح هذا المعبر لعبور المواد الإنسانية لخدمة الشعب الذي نال الخراب ويعيش في أوضاع صعبة، ولذلك سوف تكون هناك مقبولة في هذا السنة. بالنسبة لكم ماذا يعني ربط المقاطعتين الجزيرة والكوباني، وماذا سيؤثر على مشروع إعادة بناء الكوباني؟ طبعا تحرير مدينة الأبيض كانت الوصلة الأساسية بين المقاطعتين، حيث بعد الإقرار بإعادة إعمار كوباني الكثير من الأطراف الدولية يريدون دعم بناء مدينة كوباني والمقاطعة بشكل عام، ولكن لا توجد الطرق التي يقوموا بإيصال هذه المساعدات وهذا الدعم إلى كوباني. وبنفس الوقت علاقاتنا التي كانت مع مقاطعة كوباني كانت مقطوعة، ولذلك لم نستطع أن نقوم بالمساعدة المباشرة وتأمين الاحتياجات اللازمة لإعادة إعمار كوباني. ولكن تحرير مدينة الأبيض وأمانة الطريق الواصل بين المقاطعتين نحن سوف نقوم بالمساعدة الكبرى سواء من الناحية المعنوية، لأن شعبنا هو شعب واحد والمقاطعتين يمثلان روجافا، ولذلك الشعب اكتسب معنويات وثقة أكبر بالوصل بين المقاطعتين. وبنفس الوقت نحن سنقوم بدعم المقاطعة من كل النواحي، من ناحية المقاتلين، من ناحية مواد البناء، من ناحية المساعدات الإنسانية، وكل ما يتطلبه مشروع إعادة بناء كوباني سوف تكون أسهل لأن نوصل ما يتوجب إيصاله عن طريق الآمن بين المقاطعتين التي تمر من جهة. حضرة الشيخ، المعروف عندما قامت الثورة في هذه المناطق بقيادة إبراهيم هنامة تكاتفت جميع المكونات في تحرير المنطقة، لا سيما في حلب وحتى تل أبيض، واليوم أيضا وحدات حماية الشعب واقتصاد الجيش الحر حرروا هذه المدينة. هل سيعزز ذلك الرابطة بين المكونات من جديد؟ هي المكونات يعني دائما الأمور في أسرار معينة هي متحدة طبيعيا حقيقة، يعني هو الغرض بس يكونوا متحدين، ولأول مرة شعرنا أنه ما في اتحاد في المكونات، حتى جو إخواننا اللي بكر حقيقة هم رفعوا شعار المكونات واتحاد المكونات. نحن عندنا قابلية جدا لهذا الأمر، بس ما كان أحد قادر يضب الناس مثل ما يقولون، فضبت الناس بسرعة، لأن أصل تركيبتنا احنا في المنطقة لا نميز، لا نملك تمييز، ولا صار خطر من أيام فرنسا أقل وإلى اليوم بس الخطر يهبون على الجزيرة دون تفرقة لا قومية ولا دينية. يعني أنا واعي كثير يعني من هذا الموضوع. الخربطة إذا تفرقوا فإحنا جاء الحدث هذا الكبير والناس متفرقة، وشعرنا في صعوبة بجمع الناس وجمع المكونات، يعني بعد كذا عشرات السنين الناس يعني نست التاريخ ونست أنان ونست كل المواقف، تلك المواقف المشرفة. دخول اخواننا التشكيله اللي بكى اللي فات او اللي نشا طالب فورا بالمكونات، لذلك لقى مننا هبه سريعه بالعربي والسرياني كله هب بسرعه، لان اصل التركيبه مالنا احنا يعني في تلاحم في مكوناتنا. سيدة هدية، تحرير مدينة الأبيض لاقى صدى إعلاميا وصحفيا كبيرا لا يقل مثيلا عن تحرير مدينة كوباني. كيف سيعزز ذلك علاقات الدبلوماسية مع المنظمات والدول الأخرى؟
تحرير مدينة تل أبيض والتي نقول عنها جريس بي هي جزء من مشروع بناء المجتمع الديمقراطي، لأننا لا نحارب فقط لأجل أن نحرر، بل لنا مشروع حل عرضناه على المجتمع السوري والذي هو بناء المجتمع الديمقراطي. ونحن الآن حررنا معظم مناطق روجافا ونحن مستمرين بحملات التحرير. طبعا تحرير مدينة تل أبيض كانت لها صدى كبير، لأنه كما ذكرت في السؤال الأول مدينة تل أبيض كانت الشريان الأساسي لمرتزقة داعش، لأنه كان طريق الدعم العسكري والدعم اللوجستيكي، وكان مقاتلوهم يأتون من هذا المعبر، فلذلك لم يكن أحد يتوقع أننا سوف نستطيع تحرير هذه المدينة. فلذلك عندما تم تحرير مدينة الأبيض وقرية سلوك أو بلدة سلوك أصبح لها صدى كبير في كل أنحاء العالم، كما كان لمقاومة قباني الصدى وتحرير تل حميص وتل براك ومبروكة كانت لها الصدى الأكبر طبعا. ولذلك نحن على ثقة بأن هذه الخطوات التي ننجزها سواء بتحرير المناطق أو بتأسيس أو إنشاء الإدارات المحلية بكل المناطق، الإدارات التي تستطيع القيام بالبناء الجديد بين المجتمع، البناء الذي يستند على إخوة الشعوب. فلذلك مشروعنا وقتالنا وأخلاقنا في هذا الحد كانت لافته لكل دول العالم، ولذلك نحن نأمل أن يساعد ذلك في تقوية العلاقات الدبلوماسية مع دول الغرب وبنفس الوقت مع بعض الدول العربية. ولنا لقاءات حيث أن مسؤولياتنا الآن في الخارج وفي بعض الدول العربية يقومون بسلسلة من اللقاءات، ونحن نتوقع ونأمل أن تتطور هذه العلاقات نحو الأحسن. حقيقة ذات الوقت يداهمنا كلمة أخيرة حضرة الشيخ. والله الكلمة الأخيرة احنا علينا انه ما كثير نهتم بما يقول الإعلام وما يروج المروجين، وعلينا نهتم بالواقع، وحتى مشاعر الدول البعيدة والقريبة عليها أن نوري نشوفهم واقعنا، ماذا نفعل وكيف نقاتل وكيف نصمد. هذا مطلوب منا، وهو المصداقية الأكيدة، وبيرد على كل التساؤلات الموجودة. فثباتنا وصمودنا وأخوتنا ومحبتنا بيننا بعد الاتكال على الله هي الأهم وهي الأقوى. ونسينا يعني كنا المفروض نفتح بتهنئة العالم الإسلامي والعالم الإيماني في شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله غدا نكون كلنا من الصائمين. وهذا رمضان عادة هو شهر الانتصارات، مثل ما هو شهر الغفران ومثل ما هو شهر وافتحوه المرة بتل أبيض قبل بيوم. يعني رمضان بدأ بانتصار وسينتهي إن شاء الله بالانتصار الأكبر، وهذا أكثر ما نقول. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. سيدة هدية أيضا كلمة. أقول لكل الشعب الذي يعيش في روجافا وفي كل سوريا مبارك علينا هذه الانتصارات التي نقوم بالوصول إليها في هذه المرحلة، وهي بداية مرحلة جديدة لأجل حل الأزمة السورية وبناء الوحدة بين كافة فئات المجتمع. وطبعا شعبنا في روجافا وفي كل سوريا محظوظين لأن هذه الثورة للمرأة الدور الأساسي في قيادتها، وهذا يبشرنا بالوصول إلى مجتمع ديمقراطي، لأن المرأة هي التي تقوم بقيادة المرحلة. ولذلك أهنئ مرة ثانية كل
شعبنا الموجود في الجزائر وفي كل سوريا وفي كل منطقة الشرق الأوسط وفي الإنسانية، لأننا سنكون القدوة ونلعب الدور الطبيعي الأزمة السورية. فكما بارك الشيخ شهر رمضان، أنا أيضا أبارك قدوم شهر رمضان على العالم الإسلامي، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير. نعم، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أسئلة حضرتك الشيخ يزيد هاني الحاكم المشترك لمحافظة الجزيرة، كما أشكرك سيدة هدية يوسف الحاكم المشترك لمحافظة الجزيرة على هذه الاستضافة وعلى هذا الشرح، وأشكركم أيضا أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة، وكما هنأ الحاكمان أيضا نهنئكم بقدوم شهر رمضان المبارك، وإلى اللقاء.